زراعة فيلا 409 غرز 20/9/2025 مدينة السخنة. الغرز بيوفر كتير في الزراعة. طريقة الغرز بتبقى عن طريق تقسيم البلاطة النجيلة. في ناس بتقسمها قطع، لكن انا بفضل نقسمها شرايح زي كده ونزرعها بطريقة متساوية. الله ينور يا باشا. بيتم ريها جيدا. طبعا هي بتحتاج تسفيف، لكن احنا في اغلب الاوقات بنسففهاش. طبعا هي موفرة في كل حاجة. طبعا مع الوقت بتلم وتقفل في بعضها وتكون احسن ما يكون. طبعا الزرع اللي ورا ده برضه هيتغير، لان الفيلا دي مغلقة بقالها فترة طويلة. طبعا في نماذج تانية بوريها لكم وصابتها كده في المكان مظبطة وقفلت في بعضها. هي تحتاج من شهر لشهرين. لو احنا في درجة الحرارة العالية بتحتاج شهر واحد بيتقفل في بعضها، لكن احنا بنقول حد اقصى شهرين. واحنا داخلين طبعا على احنا في شهر 9، احنا داخلين على شهر 10، فطبعا بتاخد وقت شوية. بس ان شاء الله ده افضل وقت لنمو النجيلة. درجة الحرارة بتبقى معتدلة والمية بتكون متوفرة، وهذا بيكون ممتاز بإذن الله. طبعا فوائد الغرز ديت، لو حضرتك عندك مساحة كبيرة وعايز توفر في التكلفة، الغرز بيزرع بالظبط حوالي من 60 ل 70% حسب المساحة اللي انت هتسيبها بين الغرز التاني.